قبل 11,000 سنة أطلانتس بتغرق في ساعات، الأرض بتهتز والبحر بيتقلب، وقبل ما آخر برج يختفي ناس قليلة قدرت تهرب وتاخد معاها سر الحضارة دي لمصر. فإيه علاقة مصر القديمة بأطلانتس؟ وهل أطلانتس أصلا كانت حقيقية؟ ولو كانت حقيقية فمكانها كان فين؟ ولو ما كانتش حقيقية فليه في اهتمام ودراسات مستمرة لغاية دلوقتي بالقارة المفقودة؟ القصة دي أقدم من أفلام الخيال العلمي كلها، وأول مرة اتذكرت كانت على لسان فيلسوف يوناني واحد وهو أفلاطون. قال إن أطلانتس كانت حضارة متقدمة جدا في قارة أو جزيرة ضخمة غرقت في ليلة واحدة بعد كارثة كونية عنيفة، ومن هنا بدأ واحد من أكبر الألغاز في التاريخ. وأما عن سبب اختفائها ففي نظريات بتقول إنها غرقت بسبب كارثة عالمية كبرى زي طوفان نوح، وإن حضارة كاملة اتمسحت بالمية، وإن الطوفان كان أوسع من مجرد قصة دينية. لكن أهم سؤال، فين موقع أطلانتس؟ الآراء اختلفت وكل رأي كان في اتجاه. في آراء بتقول إن بوابة أطلانتس هو مضيق جبل طارق، وإن جزر الكناري والأزور هي بقايا المدينة المفقودة. وفي اللي قالوا ان موقعها كان في المحيط الاطلسي قبل ما تغرق في البحر، وفي نظريه اكثر تطرفا بتقول انها كانت في انتاركتيكا قبل تغير قشره الارض قبل حوالي 11,000 سنه. كلها محاولات ولا واحده مؤكده. لكن ايه علاقه اطلانتس بمصر القديمه؟ بعض الباحثين بيقولوا ان الناجين من اطلانتس بعد الفيضان راحوا لمصر ونقلوا لمصر اللي قدروا ياخدوه معاهم من علوم ومن حضاره متقدمه وقتها، وبيستشهدوا برموز ورسومات غريبه موجوده في معبد ابيدوس زي طبق طائر وزي طواف. لكن التفسير ده محل جدل كبير ومفيش عليه اي اجماع علمي. لكن في راي ابسط واكثر عقلانيه من الاراء دي كلها بيقول ان اطلانتس ما كانش مكان اصلا، وانها مجرد رمز فلسفي استخدمه افلاطون بيحذر من الغرور والطغيان وسقوط الحضارات لما تفقد توازنها. هي قصه ورمز فلسفي لكنها اعمق من التخيل الحقيقي للمكان. يمكن اطلانتس ما تكونش مدينه غرقت، لكنها فكره عمرها ما غرقت. فكره ان المعرفه ممكن تضيع، وان الحضارات مهما بلغت عظمتها ممكن تختفي من غير ما تسيب دليل واضح. أطلانتس مش لغز البحر، أطلانتس لغز الإنسان نفسه. ودي كانت الحكاية من هوامش التاريخ.